لو عجبتكم يا جماعة اوعوا تنسوني باللايك على القناة، اوعوا تنسونا بلايك حلو كده منكم لينا، واحنا بنحبكم في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحط بقى على الوش كده ايه شوية قطع من المانجا زي ما انتم شايفين كده، وهي افضل تكون قطعة، لكن المانجا دي يعني هي سايلة، هي ما تلجتش قوي في الفريزر، بس عادي يعني. احنا ايه اهم حاجة ان حاجة كده حلوة ترطب على القلب، فاهماني؟ والله العظيم جميلة جدا واقتصادية جدا جدا. انا كان عندي دقيق، جبت بس اللبن والكريم جانتيه، وجبت بس كام قطعة مانجا. بصوا والله جميلة. لو عجبتكم حطوا لي لايك على القناة، ما عجبتكمش حطوا لايك برضو والله جميلة تستاهل منكم لايك ليا، والله تستاهل لايك. بصي بقى يا جماعة احنا بنعمل كيكة البرتقال. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، زي ما انتوا شايفين. اول حاجة عملتها حطيت كوبايتين سكر مع 3 بيضات وبضربهم كده بالكبة. بضرب كده البيض مع السكر. انا حاطه كوبايتين سكر كبار لان انا ولادي بيحبوا كده تبقى مسكره شويه. وهفضل كده اضرب لغايه ما تبقى عامله زي كده ايه زي الكريمه. لما القوام يبقى عامل زي الكريمه كده، السكر والبيض لما يبقوا عاملين زي الكريمه، زي الكريم جانتيه كده بالظبط. بصي زي ما انت شايفه كده. اهم حاجه حطي لي لايك على القناه. لاول مره يشوفني ويتابعني، انا ابداعات ومطبخ ام هاجر. اوعوا تنسوني باللايك على القناه، شير كومنت حلو منكم ليا. بصوا القوام مفتح ازاي، كل ما تضربيها لونها بيبيض، لونها بيتفتح تبقى عامله زي الكريم جانتيه بالظبط. بصي لسه انا ما حطيتش الزيت ولا حطيت اي مكونات، ولا لسه حطيت حتى الفانيليا البرتقال حتى لسه. تفضلي اضربي كده لغايه ما السكر يدوب خالص معاكي وما يبقاش له اثار. تمام كده. بصي لونها بيفتح معايا ازاي. بصي بصي بسم الله ما شاء الله. انا لسه هضربها تاني، بس انا بس بوريكي القوام، بس ده السكر كده والبيض. بصي عامل زي الكريم جانتيه بالظبط. لسه هكمل ضرب تاني وهوريكي هنعمل ايه. بصوا بقى هحط ايه الزبده مع بقين زيت كده مش كتير، تمام كده. وهضرب برضو كده ايه سمنه كده مع الزيته. تفضلي بقى اضربي لغايه ما السمنه تلمع، يعني تبقى ناعمه خالص معاكي، يبقى دايما معاكي خالص في الكريمه. بصي لغايه ما تبقى ناعمه معاكي خالص السمنه، تفضلي اضربي فيها كده. بصوا بقى هحط ايه الزبده مع بقين زيت كده مش كتير، تمام كده. وهضرب برضو كده ايه سمنه كده مع الزيته. تفضلي بقى اضربي لغايه ما السمنه تلمع، يعني تبقى ناعمه خالص معاكي، يبقى دايما معاكي خالص في الكريمه.
بصي لغايه ما تبقى ناعمه معاكي خالص السمنه، افضلي اضربي فيها كده. وهنزل بقى كده بباكو فانيليا برتقال. لو انت مش حابه تحطي ريحه البرتقال عادي ممكن تحطي فانيليا عاديه، وتقومي بقى مكمله ضرب برده كده. هتلاقي اللون فتح معاكي بقى لونه برتقالي، وريحه البرتقال فيها جميله جدا. كيكه بالبرتقال جميله جدا. لو عجبتك الوصفه اجري بسرعه حطي لي لايك على القناه. تمام كده. تعالوا بقى نحط ايه اللبن. هجيب اللبن من الفريزر ونحطه معاكم، وهنزل بقى بكميه اللبن. وهضرب بالراحه عشان طبعا ايه ما يطرطرش معاكي وانت بتعملي. بصوا فضيت بقى ايه الخليط بتاعي في طبق، ونزلت عليه بكميه الدقيق، نص كيلو من الدقيق. وهنزل كده ايه بيكنج باودر. تمام. وهقلب بقى كده واحده واحده، وتقلبي كله اتجاه واحد. هتقلبي كله اتجاه واحد. كله معاك اتجاه واحد. بصي ده القوام اللي احنا عايزينه. بصي ما فيهوش كتل خالص. تمام كده. تعالوا بقى نجيب صينيه وندهنها زبده، وننزل بقى عليها بالخليط بتاعنا ده. بصوا بقى ايه، وننزل كده ايه بالكيكه بتاعتنا كده في الصينيه زي ما انتوا شايفين كده. بصي وتعالى بقى ندخلها في الفرن. احنا كنا مولعين الفرن قبلها بشويه. تعالوا بقى نعمل ايه الكريم جانتي. بصي دي كوبايه ميه مثلجه مع ايه معلقتين من السكر. تعالوا بقى كده نضربهم مع بعض كده الاول. نضرب الاول الميه مع السكر الاول لغايه ما ننعمه والسكر دوب خالص معانا في الميه. لازم السكر يدوب قوي في الميه عشان ايه ما يبقاش مقرمش في الكريم جانتي. تفضلي تضربي كده لغايه ما ايه السكر يختفي تماما. بص انا هقلب برضو بالمعلقه. بس السكر قرب يدوب خالص اهوت في الميه. بصي اما احط بقى الكريم جانتيه كده واضربه بالمضرب هو هيختفي، مش هيبقى له اثر. انزل كده بقى بالكريم جانتيه. تمام كده. ونضرب بقى كده بالراحه. بس لازم تكوني واثقه في الكريم جانتيه بتاعك لان هو ده سايل. لازم تعرفي ان هو يكون نوعه كويس وتجيبيه من حد كويس. انا عشان بجيبه من حد موثوق فيه فانا بحط ميه من غير ما اقلق، عارفه ان هو بياخد ميه كتير لانه نوعه كويس. هتفضلي تضربي كده لغايه ما يتخن معاكي خالص. بصي تقيل معايا ازاي. هحط له كمان شويه ميه. انا قلت لك ان هو نوعه كويس وبياخد ميه. انا بجيبه من عطار واثقه فيه. هحط له كمان شويه ميه وهضربه تاني كام ضربه. بصي كده الكريم جانتيه بتاعي خلص. هحطه بقى في الفريزر لغايه ما الكيكه تستوي وتبرد. وبعد كده بقى ايه نحط عليها شويه مانجا كده. هي كيكه اقتصاديه ما بتكلفش اي حاجه. بصوا معايا 3 مانجات انا مسقعاهم شويه في الفريزر. هي ملحقتش تتلج يعني، بس يعني هي مش مستويه قوي. هقطعهم بقى كده ايه طرنشات. ادي بصي انا بقى ايه قلبتها كده ايه في الغطا
عشان عايزه اقطعها حتتين، عايزه اقلبها كده، بس هي على فكره لسه سخنه. ما ينفع. فايدك فوق، فايدك فوق. بصي عايزه اقلبها كده عشان ايه، هقطعها كده حتتين وهشقها كده من النص كده، هعملها قطعتين. بصي هشقها كده من النص كده عشان احشيها كريم جانتيه زي ما انت شايفه كده. بصوا قطعتها 2 اهي، قطعتها 2 وهحشيها بقى بالكريم جانتيه. بصي ونفرد بقى كده ايه قطع المانجا كده عليها، بس المفروض تبقى المانجا قطع، بس صراحه المانجا مش متلجه قوي فهي مش قطع، هي سايله شويه. تمام. ونجيب بقى القطعه التانية ونحطها كده عليها، نجيب القطعه التانية دي كده نحطها عليها ونلزقها كده عليها. تمام. ونعمل برضو نفس الكلام، هنجيب برضو الكريمه كده ونحطها برضو عليها. بصي دي كيكه اقتصاديه يعني، فاهماني؟ حاجه حلوه كده وانتوا قاعدين في الجو الحر ده تطر على قلبكم. وهنعمل نفس الكلام برضو معاها. بصي كده احنا قفلناها بالكريم جانتيه كده، هنحط بقى على الوش بقى حبه ايه مانجا. بصي كده احنا قفلناها بالكريم جانتيه كده، هنحط بقى على الوش بقى حبه ايه مانجا. ونحط بقى على الوش كده ايه شويه قطع من المانجا زي ما انتم شايفين كده. وهي افضل تكون قطع، لكن المانجا دي يعني هي سايله، هي ما تلجتش قوي في الفريزر، بس عادي يعني. احنا ايه اهم حاجه ان حاجه كده حلوه ترطب على القلب، فاهماني؟ والله العظيم جميله جدا واقتصاديه جدا جدا. انا كان عندي دقيق، جبت بس اللبن والكريم جانتيه وجبت بس كام قطعه مانجا. بصوا والله جميله. لو عجبتكم حطوا لي لايك على القناه، ما عجبتكمش حطوا لايك برضو والله جميله تستاهل منكم لايك ليا، والله تستاهل لايك. يلا بقى نقطع عشان ايه ندوق. يلا بقى يا جماعه نقطع علشان ندوق يا رب ما تكسفني الكيكه وتطلع حلوه يا رب. يلا نشوف. بصوا بسم الله ما شاء الله، جميله جمال ملوش مثال. والله يستاهل منكم لايك، والله يستاهل منكم لايك. بصوا اقتصاديه جدا وكل حاجه عندك في البيت، مش هتكلفي حاجه. لو عجبتكم اوعوا تنسونا باللايك على القناه، بجد يعني حاجه جميله جدا واقتصاديه جدا، مش هتكلفكم اي حاجه. لو عجبتكم يا جماعه اوعوا تنسوني باللايك على القناه، اوعوا تنسونا بلايك حلو كده منكم لينا، واحنا بنحبكم في الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عجبتكم يا جماعه اوعوا تنسوني باللايك على القناه، اوعوا تنسونا بلايك حلو كده منكم لينا، واحنا بنحبكم في الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عجبتكم يا جماعه اوعوا تنسوني باللايك على القناه، اوعوا تنسونا بلايك حلو كده منكم لينا، واحنا بنحبكم في الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.